لو عايز شغلك يفضل ضعيف والكلاينتس تهرب منك، اعمل الثلاث حاجات دول. اول حاجه، اوعى تنظم فولدراتك، خلي الدنيا سلطه. حط الفيديوهات على الصور على ملفات الصوت وسميه نيو فولدر 5، عشان لما الكلاينت يطلب منك تعديل تقعد 3 ايام تدور على البروجكت، وبكده هتكره نفسك وتكره الكلاينت في الشغل معاك. تاني حاجه، التغذيه البصريه والترندات. اوعى تعمل تغذيه بصريه، اعتمد على عينك انت بس. انت معلم ليه تتفرج على شغل غيرك وتتابع الترندات؟ خليك شغال بنفس الطريقه اللي انت متعود عليها من 5 سنين علشان تطلع كادرات ومونتاج تحسس العميل انه لسه عايش في 2010. تالت حاجه بقى وهي موازنه الصوت والميوزك. خلي الباك جراوند ميوزك اعلى من الصوت بحيث ان المشاهد ما يسمعش صوت المتحدث اصلا. خليه يركز مع طاوله المزيكا ويسيب رساله الفيديو الاساسيه. وفي النهايه احب اقول لك العميل عمل لك بلوك. طبعا يا صاحبي الكلام ده لو انت عايز تدمر شغلك، لكن لو عايز العكس وتتعلم ازاي تطلع شغل احترافي يخلي العميل يمسك فيك، يبقى اتبعني. ومن موقعي هذا احب اقول لك ان احنا بنساعدك ان انت تبني براند لنفسك او تعمل ماركتنج لشغلك من اول الفكره للسكريبت والتصوير والمونتاج للانطلاق على السوشيال ميديا. ده كان شوت قهوه بعلي الدرش. تابعني واستنى الشوت الجاي.